لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر؟ وما الحكمة والفائدة العلمية من صيام الأيام البيض بالذات، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري؟ وما سر الأمر بالحجامة في الأيام التي تليها مباشرة، وهي 17 و19 و21؟ وما دور القمر وارتباطه بالأساطير والحكايات؟ فهل حقا يؤثر على عقولنا وأجسادنا؟ ركز معي في الآتي، فلنا في ذلك إعجاز نبوي طبي عظيم. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، وجاء بأدمها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا. وأمسك الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم 3 أيام من الشهر. قال: إن كنت صائما فصم أيام الغر، أي 13 و14 و15، أي الأيام البيض. وقال عنها في حديث آخر: هن كهيئة الدهر، أي إن صيام 3 أيام البيض يكون صيام الشهر، لأن الحسنة ب10 أمثالها، وصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. وعن الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتجم ل17 من الشهر و19 و21 كان له شفاء من كل داء. وفي حديث آخر قال: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. كما تعلمون أن القمر يكتمل في هذه الأيام، ولذلك سميت الأيام البيض، لأن نهارها منير أبيض وليلها منير أبيض وضاء. فما الذي يحدث عندما يكتمل القمر؟ تبلغ ظاهرة المد والجزر أوجها عندما يكون البدر مكتملا، وعندما يبدأ القمر بالظهور. قد اكتشف شابمان وبارتلز في عام 1940 أن شدة الحقل المغناطيسي للأرض تخضع لتغيرات ساعة بعد ساعة، وسببها اليوم والشهر القمري. وكما يؤثر القمر في المد والجزر بسبب تأثيره المغناطيسي على المياه، فإنه يؤثر على المياه المتواجدة داخل جسم الإنسان بالمد والجزر أيضا، حيث يحتوي جسم الإنسان على النسبة نفسها من المياه كالأرض، أي أنه يحتوي على 75% من المياه، هي تقريبا النسبة نفسها على الأرض. وفي الأيام البيض عندما يكتمل القمر يصبح عندها جسم الإنسان مليئا بالسوائل ليتهيج دمه، وفي هذه الحالة تكون نفسية الشخص متقلبة وغير منتظمة. وقد لوحظ في ألمانيا وبريطانيا وأمريكا خلال هذه الأيام بالذات يكثر الناس في الحانات وأماكن شرب الخمر، تزداد همجيتهم وتصرفاتهم الغريبة، بالأخص متقلب المزاج. وقد اتضح لهم أيضا أن معدلات الجرائم وحالات الانتحار وحوادث السيارات المهلكة مرتبطة باكتمال دورة القمر. وأشارت الدراسات إلى أن أكبر نسبة للطلاق والمخاصمات العنيفة في عدة مدن تكون في منتصف الشهر، أي عند اكتمال القمر، ويتبع ذلك تغير في كمية إفراز الهرمونات وتركيزها، الذي يؤدي إلى اضطراب في الحالة النفسية، فيزداد التهيج العصبي والتوتر النفسي إلى درجة بالغة. وفي سبعينيات القرن الماضي نشرت مجلة علم الطب النفسي الإكلينيكي Journal of Clinical Psychiatry دراسة لا تزال مثيرة للجدل حتى اليوم لفريق من العلماء بجامعة ميامي بقيادة الطبيب أرنولد لايبر وكارولاين شيرين، وهي نظرية تستند إلى التجربة الإحصائية وتفسر علاقة الجاذبية القمرية باضطراب المزاج. وقد ذكر فيها: لقد أصبح ثابتا أن القمر بتأثيره الثقالي على الأرض هو المحرك الرئيسي للمد والجزر المحيطي والفضائي والأرضي. فإذا نظرنا إلى جسم الإنسان على أنه كون صغير يتألف من العناصر ذاتها التي تتألف منها مساحة الأرض، لأمكننا أن نقول إن قوى الثقالة القمرية قادرة على ممارسة تأثير مماثل على الماء الموجود في جسم الإنسان. هكذا يستطيع القمر إحداث تغيرات دورية على الوسط السائل الذي تسبح فيه خلايا أجسامنا، بحيث يمكننا التكلم على مد وجزر بيولوجيين يحدثان تغيرات في المزاج تظهر على الشخص باضطراب في السلوك. قد اختار الباحثان نموذجا تجريبيا لإثبات نظريتهما، وهي دراسة جرائم القتل. فلاحظ بعد إحصاء كل الجرائم التي حدثت في فلوريدا من 1956 إلى 1970 وجود ارتفاع هائل في عدد الجرائم عند كل اكتمال للقمر. فهناك علاقة قوية بين العدوان البشري والدورة القمرية، وخاصة بين مدمني الكحول
والميالين إلى الحوادث وذوي النزاعات الإجرامية، واخترع مصطلحا علميا جديدا وصفه بأمواج المد والجزر البيولوجي الحيوي، وقام بتأليف كتاب أسماه كيف يؤثر القمر عليك. لهذا أطلق الكتاب في الأدب الإنجليزي على القمر أنه سيد الحزن المطلق، لأنه يؤثر على الناس ويجعلهم حمقى عندما يقترب من الأرض. وقد سبقهم في الإشارة إلى هذا التأثير علماء المسلمين من قبلهم، حيث قال الرازي في تفسيره: أهل التجارب بيّنوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له أثر عظيم في أحوال هذا العالم ومصالحه، مثل أحوال البحار في المد والجزر. وفصل في ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بقوله: لا ندفع تأثير القمر في وقت امتلائه في الرطوبات حتى في جزر البحار ومدها. وكذا يؤثر على جودة النوم، فقد قام أحد العلماء من جامعة بازل السويسرية بقياس التغيرات في بنية النوم لبعض المتطوعين ونشاط الدماغ أثناء النوم، فوجدوا أنه قبل وبعد اكتمال القمر انخفضت مدة نومهم ب20 دقيقة، وكذا مستويات الميلاتونين والكورتيزول رغم تواجدهم في بيئات مظلمة بالكامل. لكن ما فائدة صيام الأيام البيض للإنسان عندما نصوم 13 و14 و15 من كل شهر؟ فإننا بذلك نمتنع عن الطعام والشراب، فيعمل ذلك على خفض نسبة الماء في الجسم خلال هذه الفترة التي يبلغ تأثير القمر فيها على الإنسان مداه، فيكتسب الإنسان من وراء ذلك الصفاء النفسي ويبلغ الاستقرار ويتفادى التأثير المغناطيسي للقمر. ولهذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة بعد الأيام البيض، فقال: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. وتبيغ الدم هو تهيجه، ففي الأيام الأولى وحتى 15 من الشهر القمري يهيج الدم أي يتبيغ ويبلغ حده الأقصى، وبالتالي يحرك كل الترسبات والشوائب الدموية المترسبة على جدران الأوعية الدموية العميقة منها والسطحية، وعند التفرعات وفي أنسجة الجسم عامة، تماما كفعله في مياه البحار، فيكون بمثابة الملعقة الكبيرة في تحريكه لها لكي لا تترسب الأملاح فيها، ويصبح بإمكان الدم سحبها معه لأهدأ مناطق الجسم حيث تحط ترحالها هناك بالكاهل، وذلك بعدما يبدأ تأثير القمر بالانحسار من اليوم 17، حيث يبقى للقمر تأثير مد ولكنه أضعف بكثير مما كان عليه. ولما كانت الحجامة تجرى صباحا بعد النوم والراحة للجسم والدورة الدموية، ويكون القمر أثناءها ما يزال مشرقا حتى بعد ظهور الشمس صباحا، فيكون له تأثير مد خفيف يبقى أثناء إجراء الحجامة، وهذا يساعد الأطباء في عملهم، إذ يبقى له تأثير جاذب للدم من الداخل إلى الخارج، وهو ذو أثر ممتاز في إنجاز حجامة ناجحة من حيث تخليص الجسم من كل شوائب دمه. فقوة الجاذبية القمرية التي تسبب المد والجزر في البحر والمحيطات تسبب هذا المد أيضا في أجسامنا عندما يبلغ القمر أوج اكتماله، وهو ما عبر عنه القدماء بتهيج الأخلاط وتبيغ الدم. وكما يحدث المد في البحر عند اكتمال البدر، يحدث هيجان الدم وتبيغه في الجسم عند اكتمال القمر. وفي هذا المعنى نقل عن ابن سينا قوله: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت أو هاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة تابعة في تزايدها لتزايد النور في جرم القمر. ويزيد الدماغ في الأقحاف والمياه في الأنهار ذوات المد والجزر، وذلك لأن الحجامة تنقي سطح البدن وتستخرج الدم من نواحي الجلد، وتفيد في ارتفاع الضغط الشرياني وقصور القلب الشديد واحتقان الكبد. وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج الصداع والشقيقة والتسمم، وكذلك الصحابة من بعده، وكان يحتجم في الأخدعين والكاهل ل17 و19 و21. كان أحمد بن حنبل يحتجم كلما هاج به الدم. ومما سبق تتضح جليا الحكمة من توصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، حيث تهيج في الجسم الشهوات بهياج الدم، فمن لم يستطع أن يملك نفسه ويخشى أن تغلبه الشهوة فيقع في المحرمات، فالصيام يقيه ذلك. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم غير المتزوجين من الشباب. سبحان الذي جعل الصوم وسيلة للسيطرة على قوى النفس حتى لا تقع في معصية، يتقرب إلى الله بها ويسيطر على قوى جسده ونزعاتها، وتحصل له بذلك الراحة والصحة النفسية التي يتمناها كل إنسان. وسبحانه ما أعظم صنعه وتدبيره. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وآله وصحبه وكل من حرك لسانه بذكره.